السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هقدم لكم دلوقتي الفصل 16 من رواية هازارد، أو الجزء الثاني من رواية ما وراء الظلام. بس مش هقدر ابتدي بالكومنتات بتاعتكم زي ما بعمل كل مرة، لأن الفصل ده اتسجل قبل أصلا ما الفصل 15 ينزل، فبالطبع يعني مفيش كومنتات على الفصل اللي فات لسه، لأنه لسه منزلش. فعشان كده بقى هنبتدي في الفصل بتاعنا على طول. بس يا ريت قبل ما ابدا ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكوا اشعارات بكل الفيديوهات الجديده اللي بنزلها، وعشان تكملوا معايا بقيه الروايه ان شاء الله. ويلا كلنا دلوقتي نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا بينا نبدا. وقفنا في الفصل اللي فات لما عمر دخل الاوضه عشان يغير هدومه وينزل لاخته، وياسمين كانت شايله البيبي وقاعده على السرير. عمر بعد الموقف اللي حصل له في نهاية الفصل اللي فات عشان يهدي نفسه غير الموضوع واتكلم معاها وقال: انت بتعملي ايه صحيح؟ مش هتيجي معايا؟ اجي معاك فين؟ عمر سألها باستغراب. هي ندى مش قالت لي على ايه؟ ياسمين مالك؟ انت ما تعرفيش ان وليد هو واهله جايين النهارده عشان يحددوا ميعاد كتب الكتاب والفرح؟ وبعدين؟ ايه، انا بكلمك ما تركزي معايا شويه. ياسمين كانت بتبص للبيبي وهي بترضعه ومش مركزه مع عمر خالص، فرفعت له وشها وقالت له: ايوه انا مالي بقى. عمر قرب من السرير وقعد قصادها وقال لها: مالك ازاي يا ياسمين؟ هي مش ندى دي اختك؟ ياسمين ضحكت بسخريه وقالت: اختي؟ طب لما هي تبقى اختي انت هتبقى جوزي ازاي؟ وضحكت بعدها ضحكه مستفزه. عمر بصلها باستغراب وقال: هو في ايه يا ياسمين؟ هو انت وندى متخانقين ولا حاجه؟ لا خالص. ورجعت بصت للبيبي. طب امال ايه يعني؟ ما عزمتكيش؟ ما اعتقدش. ما تشغلش بالك بيا يا عمر، وانزل انت عشان ما تتاخرش يلا. يعني انت مش هتيجي معايا؟ مش قادره يا عمر، تعبانه شويه. تعبانه شويه؟ ياسمين ما بصتلوش ولا اديته اهتمام. عمر غير هدومه ونزل هو ومش عارف يودي وشه فين من اخته، ولا يقول لها ايه، ولا يقول ايه لاهله او اهل خطيبه اخته على انه جاي من غير مراته. ابسط حاجه يعني الناس هتفكر انهم متخانقين عشان كده ما جاتش معاه، او ان هي والعروسه اللي هي ندى اخته يعني متخانقين ولا حاجه. بس عمر قال في نفسه ايا يكن الناس يقولوا اللي يقولوا، انا مالي، اعمل لها ايه يعني؟ مش كفايه اللي انا فيه والرعب اللي معيشيني فيه ومستحمل؟ ونزل عمر لبيت باباه ومامته، قعد مع الناس وحددوا ميعاد كتب الكتاب، والفرح هيكون الأسبوع اللي بعده على طول. بعد ما الناس مشيوا زينب مامة عمر قالت له: أمال فين مراتك يا عمر؟ ما أنا قلتلكوا إنها تعبانة. متأكد يا ابني؟ تعبانة فعلا ولا ده كلام كنت بتقوله قدام الناس بس وفي حاجة تانية؟ هيكون في إيه بس يا ماما؟ ممكن يكون في حاجات كتير، ممكن تكونوا زعلانين مع بعض مثلا ولا حاجة. لا مفيش الكلام ده، وحتى لو أنا وهي زعلانين إيه ذنب ندى؟ ندى اتدخلت وقالت: أنا أعرف بقى. عمر قام قرب من ندى وقال لها: تعالي عاوز اتكلم معاكي شويه. ندى قامت معاه وراحوا على البلكونه سوا. انا والله مش عارفه اقول لك ايه، ومش هين عليا الزعل اللي في عيونك ده. صدقيني ياسمين تعبانه جدا الفتره دي وبتمر بفتره صعبه، وانت اكيد مقدره ده مش كده؟ ندى ابتسمت له عشان تهديه، وعشان شايفه قد ايه اخوها خايف على زعلها وبيحاول يرضيها. ما تخافش على زعلي يا عمر، انا عارفه ياسمين فيها ايه ومقدره ظروفها جدا. عمر سالها باستغراب: يعني ايه عارفه فيها ايه؟ بص يا عمر، في حاجات كده انت ما تعرفهاش. حاجات ايه؟ في حاجات كده حصلت كنت عاوزة احكي لك عليها. حاجات ايه يا ندى؟ ما تتكلمي، قلقتيني. ندى كانت مترددة جدا بس حكيت له في الاخر. حكيت له على الموقف اللي حصل في المستشفى لما راحت تتأكد من هوية مالك، وان مفيش حد في المستشفى بالاسم ده، وانها متأكدة ان مالك ده كان موجود فعلا، وهي بنفسها شافته قبل كده واتعاملت معاه على انه شخص عادي جدا. بس حتى زمايلهم اللي المفروض انهم كانوا يعرفوه واتعاملوا معاه هما كمان زيها وزي ياسمين، محدش فيهم فاكره اساسا. وحكت له كمان لما ظهر لها بشكل مش طبيعي وانه ظهر فجأة وكده، وانها ساعتها ادركت انها بتتعامل مع كيان حقيقي، وان اللي بيحصل لياسمين مش مجرد اوهام او حاجة في خيالها هي بتعاني منها لوحدها، لا، ده واقع ملموس وحاجة حقيقية، حتى لو هما مش شايفينها فهي موجودة، والاكيد انها بتأذي ياسمين ومحدش حاسس بيها. بعد ما ندى خلصت كلامها عمر فضل ساكت ومصدوم. ها يا عمر هنعمل ايه؟ مش عارف، بس بصراحة. سكت ليه؟ اتكلم يا عمر، في حاجة ولا ايه؟ ياسمين فيها حاجة؟ في حاجات غريبة بتحصل في البيت.
ندى سألته بخوف. حاجات ايه؟ حاجات زي ايه؟ مش عارف اقولك ايه يا ندى بس. وحكى لها عمر على كذا موقف حصلوا معاه، بما فيهم موقف لما كان فاكر انها شوية في الأوضة وشوية في المطبخ وفي الآخر طلعت في الصالة، وكمان الموقف اللي لسه حاصل معاه. وقال لها كمان ان البيت نفسه بقى مكان مقبض بالنسبة له، وان ياسمين ما بقتش تسمح له يقرب منها خالص بأي شكل من الأشكال، وكل شوية تتحجج بحجة شكل وهو بيسيبها على راحتها عشان ما يضايقهاش. ندى فضلت ساكتة شوية تستوعب الكلام، بعدين قربت منه وحضنته وقالت له: معلش يا حبيبي. عمر حضنها هو كمان، بعدين بعد عنها وقال لها: انا لازم اتصرف يا ندى، لازم اشوف حل نهائي للموضوع ده. يعني هتعمل ايه؟ لسه هفكر، بس اكيد في حل. طب انت هتعمل ايه دلوقتي؟ يعني ايه هعمل ايه دلوقتي؟ يعني هتتصرف ازاي مع ياسمين دلوقتي؟ هتصرف ازاي يعني ايه؟ هتصرف عادي يا ندى. عادي ازاي؟ بعد كل اللي استنتجناه ده وهتتعامل عادي؟ يعني المفروض اعمل ايه يا ندى؟ معرفش، بس انا لو منك مش هروح البيت النهارده، خليك بايت معانا. عمر ضحك وقال لها: انت خايفه عليا يا ندى؟ انت بتضحك يا عمر؟ ايوه طبعا خايفه عليك، ما خافش عليك ليه؟ ياسمين كده شكلها ملبوسه وعليها حاجه، والحاجه دي ممكن تاذيك، خاصه بعد ما اتاكدنا خلاص انها موجوده فعلا. وبعدين انت مش بتقول ان البيت بقى مكان مقبض بالنسبه لك؟ خلاص هتروح ليه؟ انت عاوزاني اسيب ياسمين لوحدها يا ندى واسيب ابني كمان؟ ده فرضا ان ياسمين فيها حاجه زي ما بتقولي، هسيب ابني معاها؟ مش ممكن تاذيه. ياسمين بعد ما افتكرت حاجه كده قالت بتردد: صحيح، هي مش ياسمين كانت قالت قبل كده ان يزن ده؟ وقبل ما تكمل جملتها عمر قطعها وقال لها: لا مفيش الكلام ده، انا سالت كذا حد وسالت الشيخ اللي كنت جبته اول ما رجعنا من المستشفى وقال ان مفيش الكلام ده، يزن ابني يا ندى. طب الحمد لله. ورجعت اتخضت تاني وقالت: طب افرض ياسمين اذته، او الحاجه اللي عليها دي عملت فيه حاجه؟ شفتي بقى، عشان كده ما ينفعش اسيبهم لوحدهم. بس انا قلقانه عليك يا عمر، خد بالك من نفسك كويس. ما تقلقيش عليا يا حبيبتي. وقرب منها وطبع بوسه خفيفه على جبينها، وراح سلم على باباه ومامته وطلع على شقته. عمر وهو طالع على السلم لقى تليفونه بيرن، ولما رد على المكالمه قالوا له انهم عاوزينه في الشغل ضروري، فقرر انه هيطلع شقته ويغير هدومه وينزل تاني يروح الشغل. بعد ما دخل البيت وهو رايح ناحيه الاوضه كان سامع صوت ضحك عالي. استغرب، ولما ركز مع الصوت لقاه جاي من الاوضه. قرب من الاوضه بالراحه، ولما وصل عند الباب سمع صوت ياسمين بتتكلم مع حد جوه. ملامح وشه اتبدلت وفتح الباب فجأة. لقى ياسمين شايلة يزن وبتتكلم معاه. رياكشن وشه بقى عبارة عن استغراب وتعجب، لأنه كان متأكد إنها بتتكلم مع حد، وكان سامع حد بيرد عليها، لكنه ملحقش يميز الصوت، ومبقاش متأكد حتى إن كان في صوت حد مع ياسمين من الأساس. وقرب منها بخطوات بطيئة وهو مركز مع يزن ومعاها. صوت ضحكتك جايب البيت كله ما شاء الله. ياسمين بصت له كده ورجعت بصت ليزن وقالت له: وده يضايقك؟ ولما انت بقيتي كويسه كده وبتضحكي ما نزلتيش لندى ليه؟ ياسمين ما ردتش، فعمر اتكلم تاني وقال لها: مش خايفه على زعلها؟ طيب كلميها صالحيها، حتى اعتذري لها انك ما نزلتيش معايا. سارت عليكي كتير على فكره، وانا اضطريت اقول لها انك تعبانه. وتضطر ليه؟ انا كنت تعبانه قوي فعلا، بس خدت مسكن من شويه وبقيت احسن شويه، لكن ده مش معناه اني قادره انزل واقعد مع الناس واتعامل مع حد اصلا. عمر كان مذهول من طريقة كلامها واللامبالاة اللي هي فيها، وحاسس قد ايه هي متغيرة، مش دي ياسمين اللي يعرفها. ياسمين سكتت ثواني وكملت بنفس اللامبالاة دي وقالت له: وبعدين مين قالك ان ندى زعلانة؟ ندى مش زعلانة مني ولا حاجة. عمر سألها باستغراب: وانت مين قالك بقى انها مش زعلانة؟ انا عارفة. عارفة ازاي يعني؟ ملهاش حق تزعل مثلا؟ لا ليها طبعا، وهبقى صالحها بكرة ان شاء الله، بس هي ندى ما بتزعلش مني. يعني هي عشان بتحبك وما بتقدرش تزعل منك تقومي تيجي عليها وتزعليها عادي؟ ياسمين بصت له وملامح وشها بدأ يظهر عليها الغضب. قلت لك انا تعبانه، هو بالعافيه هاجي على نفسي يعني وعلى صحتي عشان ايه؟ وقامت وقفت وقالت له: وبعدين انت مش عندك شغل؟ انا بقول يا دوب عشان ما تتاخرش. عمر اتصدم وقال لها: انت عرفت منين ان عندي شغل؟ ياسمين حطت البيبي في سريره بكل برود وكانت خارجه من الاوضه. عمر شدها من دراعها لفها ليه وقال لها بانفعال: ياسمين.
ياسمين بصت لإيده اللي ماسكة دراعها وبصت له. عمر كمل كلامه وقال لها: مالك انت فيكي ايه؟ ياسمين ما ردتش عليه وشالت إيده من على دراعها. عمر اتعصب أكتر ومسك دراعاتها الاتنين بإيديه جامد. وكمان مش عاوزانا المسك ليه ها؟ ياسمين بصت له بقلم وقالت له: انت ماسكني كده ليه يا عمر؟ ابعد عني، وبعدين انت متعصب عليا كده ليه؟ انا عملت لك ايه؟ وبدأت تبكي وهي بتتكلم. عمر بص لها في عينيها وسابها. ياسمين بصت له والدموع في عينيها وقالت له: انت بتزعلي يا عمر؟ بتتعصب عليا؟ ده انت كمان كان ناقص تمد ايدك عليا، ولا ناقص ليه؟ وبقت تمسح دموعها من على وشها. عمر فضل واقف متنح فيها شوية مش عارف يقول لها ايه، بس بعد كده اتكلم وقال: لا بقولك ايه، انت مش هتقلب الترابيزه عليا. ياسمين انت اللي تعبانه ومتغيره وفيكي مليون حاجه انا مش فاهمها. انا حاسس انك واحده تانية غير اللي عرفتها طول حياتي. ياسمين احنا طول عمرنا عايشين مع بعض من واحنا عيال صغيره، انت عمرك ما كنت كده. انت فيكي حاجه يا ياسمين، اتكلمي معايا وقولي لي مالك، فيكي ايه؟ ياسمين ما ردتش عليه وكانت جايه تخرج من الاوضه. عمر وقف قدامها ومنعها. انت سايباني ورايحه فين؟ هو احنا مش بنتكلم؟ رد عليا. ياسمين بصت له وقالت له: انت عاوز ايه يا عمر؟ هو انا كنت بكلم في نفسي ولا بكلم في الحيطه ولا ايه؟ سيبني اخرج يا عمر. مش هسيبك غير لما تردي عليا. وانا ما عنديش اجابه على اسئلتك الغريبه دي. انا اللي اسئلتي غريبه برضه؟ انت مش شايفه نفسك؟ ياسمين ربعت ايديها وهي واقفه وبصت له باستياء ولا مبالاه. عمر حس بيأس اتجاه الكلام معاها وحس انه مش هيوصل لنتيجه، فاتحرك من قدام باب الاوضه وسابها تعدي وراحت هي على الحمام. عمر راح قرب من سرير البيبي وشاله من السرير وفضل يبص عليه وعلى ملامحه ويبص على كل حاجه فيه، وباسه وحضنه شويه. بعدها رجعه لسريره وغير هدومه ونزل الشغل. بس وهو ماشي كان واخد قرار هيعمل ايه مع ياسمين. تاني يوم عمر كان قاعد مع باباه ومامته واخته وقال لهم على قراره. زينب مامته سألته: انت متأكد يا ابني ان مفيش حل تاني غير ده؟ ما قداميش حل تاني يا امي. خلاص يا ابني، اللي انت شايفه صح اعمله. انا بس عاوزكم تاخدوا بالكم من يزن وادعوا لها، ادعي لها كتير يا امي. ربنا يصلح حالكم يا ابني. يا رب يا امي. انا هطلع اتكلم معاها دلوقتي وهنعمل اللي اتفقنا عليه زي ما قلت لكم كده. وبص لندى وقال لها: وهجيب لك يزن واحنا نازلين يا ندى، وزي ما قلت لك كده ها. ما تقلقش يا عمر. وبكده يكون الفصل بتاعنا النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم وتكونوا استمتعتوا بيه. هسيبكم بقى من دلوقتي لحد ما الفصل الجاي ينزل ان شاء الله، وتفكروا ايه القرار اللي عمر خده، وممكن تكتبولي في الكومنتات توقعاتكم. يعني هل مثلا عمر هيجبر ياسمين انه يجيب لها الشيء غصب عنها، ولا ممكن يحبسها في البيت، ولا في حلول تانية؟ هستنى توقعاتكم في الكومنتات وكومنتاتكم اللطيفة كمان اللي دايما بتسيبوها لي. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكوا إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها، وعشان تكملوا معايا بقية الرواية إن شاء الله. ويلا كلنا دلوقتي نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أشوفكم الفيديو الجاي على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.